السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب وأولياء أمور الصف الرابع الابتدائي. عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله هناخد مع بعض هنحل مع بعض أسئلة الدرس الثالث معانا، هو معا لحياة أفضل. بنحل من كتاب إيه؟ من كتاب سلاح التلميذ 2023. وبرضو لو عندكم أي سؤال اكتبولي في التعليقات وأنا هجاوبكم عليه. نبدأ مع بعض، يلا أسئلة الدرس. أكمل العبارات التالية بكلمات مناسبة. يعد إنشاء المدارس من الخدمات، طبعا مدارس تبقى تعليمية. استخراج شهادات ميلاد بالكمبيوتر، طبعا دي من الخدمات الإلكترونية. المنتجات التي يتم إنتاجها ويقوم الأفراد بشرائها تسمى بالسلع. العمل أو النشاط اللي بتقدمه الدولة لتلبية احتياجات أو رغبات المواطنين بيسمى بالخدمات. اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. السلع هي المنتجات التي يتم إنتاجها ويقوم الأفراد بشرائها، طبعا إجابة صحيحة. الخدمات هي أي عمل أو نشاط تقوم به الدولة لتلبية حاجات أو رغبات المواطنين، طبعا صح. يعد بناء الجامعات من الخدمات الصحية، طبعا خطأ لأن من الخدمات التعليمية. تعد رعاية المواهب وإنشاء المتاحف من الخدمات الثقافية، طبعا عندنا الإجابة صحيحة. تهدف مبادرة حياة كريمة إلى التخفيف عن المواطنين، طبعا صح. التطعيم بلقاح فيروس كورونا يعد من الخدمات الأمنية، طبعا خطأ لأنه من الخدمات الصحية. افتتاح طريق الكباش في الأقصر يعد من الخدمات الترفيهية والثقافية، طبعا صح. يعد إنشاء الحدائق والمتنزهات من الخدمات الصحية، طبعا خطأ لأن دي من الخدمات الترفيهية والثقافية. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. حملات التطعيم ضد شلل الأطفال تعد من الخدمات، طبعا الصحية. من الخدمات الإلكترونية عندنا طبعا استخراج الوثائق. من الخدمات الأمنية، طبعا الخدمات الأمنية عندنا هتبقى حماية حدود الوطن. من الخدمات الترفيهية، طبعا ترفيهية يبقى إنشاء الأندية الرياضية. توفير المنح والبعثات يعد من الخدمات، طبعا دي الخدمات التعليمية. إنشاء المتحف المصري الكبير يعد من الخدمات. المتحف المصري الكبير يبقى ده من الخدمات الثقافية. إنشاء مدرسة جديدة في الحي الذي تعيش فيه يعتبر من الخدمات، طبعا التعليمية. بناء صومعة تحتوي خط بناء الجامعة أو الجامعات الجديدة تعد من الخدمات الصحية، طبعا خطأ لأن دي من الخدمات التعليمية. حماية الجنود لحدود بلادنا تعتبر خدمة تعليمية، لا طبعا خطأ لأن دي تعتبر خدمة أمنية. خدمة أمنية. أطلقت الدولة مبادرة كده. أطلقت الدولة مبادرة 100 مليون صحة لتخفيف الضغط عن المواطنين، طبعا خطأ لأن دي أطلقت مبادرة حياة كريمة مش مليون صحة، دي حياة كريمة. تمام كده، يبقى نشيل 100 مليون صحة. بما تفسر اهتمام الدولة بالتطوير العمراني، طبعا هنقول لإقامة مدن جديدة وتطوير العشوائيات وإنشاء الطرق والكباري. تاني، لإقامة مدن جديدة وتطوير العشوائيات وإنشاء الطرق والكباري. إقامة حملة 100 مليون صحة، طبعا هنقول للاهتمام بصحة المواطن والكشف المبكر عن الإصابة ببعض الأمراض المزمنة. للاهتمام بصحة المواطن والكشف المبكر عن الإصابة ببعض الأمراض المزمنة. حرص الدولة على تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين لتوفير الوقت والجهد والمال على المواطنين. توفير الوقت والجهد والمال على المواطنين. أمامك مجموعة من المؤسسات، صنفها حسب نوع الخدمة التي تقدمها لنا. جامعة القاهرة يبقى طبعا دي تعليمية، يبقى جامعة القاهرة هنا دي تعليمية. مستشفى التأمين الصحي طبعا دي صحية. متحف الفن الإسلامي من الترفيهي والثقافي، يبقى ده ترفيهي وثقافي. مديرية أمن القاهرة أمنية.
هيئة نظافة وتجميل القاهرة دي طبعا بيئية، يعني يعتبر مترتبين. أجب عما يلي: ما واجبك نحو الدولة بعد كل تلك الخدمات التي تقدمها لك؟ طبعا واجبنا نحو الدولة هنقول طبعا الاحترام مؤسسات الدولة، المحافظة على ممتلكات الدولة، وكمان عندنا تقدير جهود العاملين بالدولة والعمل على تشجيعهم. تاني، المحافظة على ممتلكات الدولة، تقدير جهود العاملين بالدولة والعمل على تشجيعهم، وكمان احترام مؤسسات الدولة. السؤال اللي بعد كده: حدد كيف تستفيد من الخدمات الإلكترونية التي توفرها الدولة. طبعا عندنا الخدمات الإلكترونية هي عندنا هنقول استخراج الوثائق الرسمية زي شهادات الميلاد وجواز السفر، وكمان الاستعلام عن الفواتير الخاصة بالمياه والكهرباء والتليفونات والمخالفات المرورية. ده السؤال اللي بيقول حدد كيف تستفيد من الخدمات الإلكترونية التي توفرها الدولة. السؤال اللي بعد كده: دلل على صحة هذه العبارة. توفر الدولة المصرية العديد من الخدمات الصحية للمواطنين. طبعا هنقول عندنا نجيب الإجابة من فوق أهي، إن هتقوم الدولة عندنا بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين عن طريق بناء المستشفيات، توفير الأدوية والأمصال، بناء المستشفيات أو بناء العديد من المستشفيات، توفير الأدوية والأمصال، وكمان عندنا إقامة مبادرة 100 مليون صحة، إقامة مبادرة 100 مليون صحة. السؤال اللي بعد كده: ما النتائج المترتبة على اهتمام الدولة بالتحول الرقمي؟ النتائج نجيب السؤال اهو. ما النتائج المترتبة على اهتمام الدولة بالتحول الرقمي؟ طبعا هتبقى الإجابة هي دي: توفير الوقت والجهد والمال على المواطنين. توفير الجهد والمال، دي الإجابة، توفير الوقت والجهد والمال على المواطنين. ده سؤال: ما النتائج المترتبة على اهتمام الدولة بالتحول الرقمي. السؤال اللي بعد كده: كل شخص بالخدمات الذي يقدمها لك. هنا جايب ضابط شرطة، جايب معلمة، وجايب هنا طبيب. تعليميا يبقى هنقول طبعا ديت المدرسة، صحيا يبقى الدكتور او الطبيب، امنيا طبعا هيبقى الضابط الشرطة. كده خلاص خلصنا اسئلة الدرس، وبرضو لو عندكم اي سؤال اكتبولي في التعليقات وانا هجاوبكم عليه. اتمنى لكم التوفيق والنجاح. مع السلامة، في حفظ الله ورعايته.